السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن صفقة القرن المنتظرة للنادي الأهلي، كمان هركز على تفاصيل مهمة جدا بخصوص الفريق والصفقات بشكل خاص. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. طيب مبدئيا كده كلنا عارفين ان إدارة نادي الزمالك أعلنت التعاقد مع عدد كبير من الصفقات، من ضمنهم أحمد حمدي وناصر ماهر، ثنائي من أبناء النادي الأهلي. على الجانب الآخر بقى إدارة الأهلي خطفت إمام عاشور من الزمالك. إمام عاشور دلوقتي يعتبر هو أهم لاعب وسط في الدوري المصري، وإمكانياته فعلا أوروبية بدون مجاملة يعني. كمان حاليا بيتم التخطيط لضم أسامة فيصل، أفضل مهاجم شاب في الدوري المصري. أسامة فيصل كلنا عارفينه طبعا، هو يعتبر مصطفى محمد الجديد. أسامة عنده 23 سنة، بيلعب لفريق البنك الأهلي، مركزه مهاجم صريح سنتر فيرود، قيمته التسويقية 100,000 يورو. أرقامه هذا الموسم مع البنك الأهلي: شارك في 10 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع هدف. أسامة فيصل عنده مقاومات وإمكانيات عالمية في الخط الأمامي، مهاجم متكامل بمعنى الكلمة، على المستوى الفني والبدني سفاح. النادي الأهلي حصل على موافقة أسامة فيصل ناشئ الزمالك، بيتبقى حسم الصفقة بشكل نهائي مع إدارة نادي البنك الأهلي. واللي أنا عرفته إن مارسيل كولر مقتنع ب2 لعيبة مهاجمين من داخل الدوري: أحمد أمين أوفا وأسامة فيصل. صعب جدا الأهلي يتعاقد مع أوفا من نادي إنبي. دلوقتي بيتم التفاوض بشكل جاد مع إدارة البنك الأهلي من أجل التعاقد مع نجم المستقبل أسامة فيصل، المهاجم الدبابة. وكولر خلي بالك، مارسيل كولر معجب قوي بإمكانيات اللاعب ده، وممكن جدا يتم حسم الصفقة في الميركاتو الصيفي القادم. العلاقة جيدة يعني بين إدارة الأهلي وإدارة البنك الأهلي. بنتكلم عن أسامة فيصل، لاعب من أبناء نادي الزمالك، بيأدي في مركز مطلوب، ونادر لما بنشوف مهاجم سوبر، بروفايل مختلف ويقدر يفيد النادي الأهلي بشكل كبير. نجم واعد، مهاجم دبابة قناص، بيجيد لعب الكرات الرأسية ومميز في التسديد. أسامة فيصل تقريبا عنده جميع الإمكانيات وعنده مواصفات أوروبية في الخط الأمامي، يعني مهاجم محطة، هيدر، فينيشر، بيقدر يستغل الفرص، وصغير في السن، عنده 23 سنة، يعني يقدر يفيد النادي الأهلي إن شاء الله في المستقبل، ومستواه قابل للتطوير. هو إمكانياته قريبة جدا من مصطفى محمد. مصطفى حاليا بيقدم مع نانت الفرنسي، وأسامة فيصل مع البنك الأهلي قريب جدا إنه ينضم للنادي الأهلي. وهو ده بقى صفقة القرن. لما نتكلم عن صفقة القرن للنادي الأهلي الفترة الجاية أسامة فيصل. ليه؟ أسامة زي ما قلت لك كده يعتبر هو أفضل مهاجم شاب في الدوري المصري، لاعب عنده إمكانيات وعنده مواصفات. النادي الأهلي محتاج مهاجم بالمناسبة، يعني محمد شريف رحل، شادي حسين رحل، صلاح محسن الأخير انضم إلى النادي المصري، وبالتالي الأهلي محتاج مهاجم مصري سوبر زي أسامة فيصل. أعتقد أن تأثيره هيكون أكبر من تأثير ناصر ماهر وأحمد حمدي مع نادي الزمالك. يعني الأهلي يعتبر هيخطف ابن من أبناء نادي الزمالك. أنا عارف أن الزمالك تخلى عنه وباعه لنادي البنك الأهلي، ولكن الفترة الجاية بقى هنشوف اللي هيحصل. والنادي الأهلي يعني بيخطط بشكل جاد أنه يتعاقد مع اللاعب الشاب الدبابة القناص، ماكينة الأهداف، أسامة فيصل. أسامة دايما بينضم إلى منتخبنا الوطني تحت السن، منتخب الشباب، منتخب أولمبي، وقبل كده انضم إلى منتخب مصر الأول في كأس العرب. لاعب يعني واعد، وإن شاء الله لو انضم للأهلي هيكون إضافة بكل المقاييس يعني. طيب دلوقتي هنتقل إلى النجم الجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا. ولجنة الكرة في النادي الأهلي مهتمة جدا بضم موكوينا في الميركاتو الصيفي، وهناك مرونة من اللاعب بالانضمام إلى القلعة الحمراء. إدارة نادي سان داونز مضطرة لبيع اللاعب لأن عقده بينتهي في 2025، وبالتالي لو اللاعب ما رحلش في 2024 بمقابل مادي هيمشي من فريق سان داونز 2025 بشكل مجاني.
مكوينة عنده 27 سنة، مركزه لاعب وسط رقم 8 أو رقم 6، قيمته التسويقية 2.2 مليون يورو. أرقامه مع سان داونز هذا الموسم: لعب 24 لقاء، سجل هدفين وصنع هدف. تيبوهو لاعب جنوب أفريقي دولي، تم اختياره في التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. لو سألتني مين أفضل لاعب وسط في القارة، هقولك مكوينة قولا واحدا. ليه بقى؟ مكوينة شباب عنده إمكانيات فنية وبدنية على أعلى مستوى، دفاعيا جيد جدا وهجوميا مميز وإيجابي. إزاي؟ هو أولا لاعب كوير، بساطته الطولية متقنة بجودة عالية، بيجيد الاستلام والتسلم وبيعرف يبني الهجمة، كورته عالية قوي. كمان مكوينة مميز جدا بالتسديد على الجول، يعني تسديداته قوية وبدقة عالية، بيعرف يسجل أهداف. على المستوى الدفاعي قوي، يعني يعتبر مسمار في وسط الميدان، بيعرف يستخلص الكرات، بيجيد الالتحامات الهوائية والأرضية. لاعب قوي جدا جدا في وسط الميدان، يعتبر شامل متكامل على المستوى الدفاعي والهجومي الفني والبدني، بيعرف يأدي رقم 8 أو رقم 6. يعني هو ده بقى أفضل بديل لأليو ديانج. خلاص يعني يعتبر تم الاستقرار على رحيل ديانج في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. أليو ديانج طبعا يعتبر غير مقنع بالنسبة لمارسيل كولر. كولر أبدأ إعجابه التام بإمكانيات تيبوهو مكوينة. مكوينة لاعب دولي، لاعب سوبر، بيأدي دلوقتي مع فريق سان داونز، نادي كبير. سان داونز بينافس على كل البطولات، ويعتبر من العناصر المؤثرة جدا جدا مع منتخب جنوب أفريقيا البافانا بافانا مع بيرسي تاو، وتم اختياره في التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. وبالتالي خلاص هو يعتبر أفضل لاعب وسط في القارة. ممكن نادي سان داونز يطلب مقابل مادي كبير شوية، قد يصل إلى 3 مليون دولار أو 4 مليون دولار. الأهلي طبعا هيبيع أليو ديانج، هيحصل على مقابل مادي كبير أيضا عشان يتعاقد مع مكوينة. مكوينة عنده 27 سنة، في التوب فورم، في أعلى مستوياته. لو انضم للأهلي فعلا اللاعب ده هيكسر الدنيا. لاعب ما شاء الله عنده جميع المواصفات المطلوبة في وسط الميدان. يعني بيقولك بيكلم الكورة، انت فاهم؟ يعني كوير قوي، حريف قوي، مهاري، بيعرف يسيطر على الكورة في وسط الملعب، كنترول، بمراوغة، بتسديد، بباص، بحاجة رؤية عالية بالنسبة للنجم الجنوب أفريقي تيبوهو مكوينة. ومكوينة كلنا شفناه طبعا مع منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم، وأدى بطولة قوية جدا جدا، والأهلي فعلا بيخطط لضمه دلوقتي. يعني لجنة الكرة بتتابعه، ولكن في استقرار وفي قناعة تامة بقدرات اللاعب من قبل الجهاز الفني ولجنة الكرة ولجنة التخطيط. وطبعا الكلام دلوقتي على الميركاتو الصيفي، لأن خلاص تم إغلاق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية. الأهلي يتعاقد مع وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة إلى الزنفلي حارس مرمى بسبب إصابة محمد شناوي. وتم التعاقد مع 3 لعيبة شباب تحت السن، واحد منهم مصري و2 لعيبة من غانا، وفي لاعب منهم طلع على سبيل الإعارة اللي هو سامويل المهاجم يعني. ولكن بشكل عام الأهلي تعاقد مع وسام أبو علي مهاجم جيد، عمر كمال عبد الواحد يعتبر جوكر، الزنفلي حارس معقول على سبيل الإعارة. يعني الأهلي هيجربه كده، لو أدى بشكل كويس خلاص الأهلي هيتعاقد معاه بشكل نهائي. ولكن لما نتكلم عن الزنفلي اسم مش كبير، ومشكلة الزنفلي إن مستواه غير ثابت، يعني على فترات ممكن يأدي بشكل جيد جدا في ماتش وبعد كده مستواه يقل، انت فاهم ازاي؟ فهو محتاج يحافظ على ثبات المستوى. اللاعب الجيد مش ماتش او 2، لا، بنتكلم عن موسم، بنتكلم عن نص موسم، 20 ماتش او 10 ماتشات ورا بعض. عشان بقى تثبت نفسك في الأهلي لازم تشتغل بشكل جيد جدا مع الفريق. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتكلمنا النهاردة عن صفقة القرن واللاعب تيبوهو مكوينة، افضل لاعب وسط في القاره. للاهلي بيتعاقد معاه، او الاهلي بيتفاوض مع اداره سان داونز لضمه. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.